نبدأ الروتين بالصيف. صيف، المية نازلة سخنة، صهد داخل عليا من الشباك. صيف، محدش يقولي الصيف ما ابتداش، الصيف ابتدى، احنا ما شفناش شتاء اصلا. يا روايح الزمن الجميل هفهفي. النهارده انا مش هعمل اكل، النهارده عيد. كنت بعمل لكم ريفيو عن الخلاط بتاع ستانفي، استخدمته في كل حاجه النهارده. يعني بعد ما خلصت الصلصه عملت كيكه انجليش كيك فيه برضو، وعملت العصاير، عملت صوبيا، وعملت جوافه، وعملت فراوله، عملت حاجات كتير قوي. بس الصلصه دي انا اصلا عاملاها تخزين، يعني مش عاملاها عشان هطبخ النهارده هنفطر من بره. مش احب حاجه على قلبي، بس ان شاء الله الاكل يظبط يعني ويطلع حلو. بس قاعده دلوقتي بعمل اديت لريل كده في السريع، وشويه كده هقعد اقرا قران قبل ما العيال يجوا، وهم ينزلوا على الجمباز وهيجوا على الفطار يعني على طول. المهم كنت عايزه اوريكم اوردر وصلني، تعالوا نشوفه سوا. شوفولي ايه وصلني، شوفولي. انا اهو بالاسدال، انا في البالونه بالاسدال. يا زوزو يا بنت المحظوظه، زوزو وصل لها ايه؟ خلوصي. انا اصلا بحب منتجات باركفيل بشكل عام، وكمان بقى سوبر كيدز والحاجات اللي هما بيعملوها الاطفال دي تحفه، سواء الرول اون او الغسول، حاجات كده بتشجع فعلا العيال ان هم يهتموا بنفسهم، بتفتح نفسهم على الحياه. هشيلها بقى قبل ما العيال ييجوا، عشان طبعا هيقطعوا بعض عليها، يعني الموضوع مش هيخلص بسلام ان هي تروح لزوزو كده بسلام، اكيد لا. فهشيلها بقى دلوقتي جوه، بس قلت ايه لما افرحكم معايا. ويا الف مرحب واهلا وسهلا باكل ما تعبناش فيه. النهارده ان شاء الله هنفطر سمك، وانا يا دوب غسلت الجرجير، يا بذلت مجهود في غسله بصراحه. لا بجد احلى احساس لما يكون الاكل كده جايلك على الجاهز. المهم هنا شويه صلصه، كنت بعمل شويه تفريزات. بصراحه الطماطم اليومين دول عالميه، يعني ده نوع ده متسبك بالبصل والثوم وجاهز يلا بينا. وهنا كيلو لبن بيبكي في الزوايا محتاج يتغلي، وهنا كمان شويه صلصه برضو. انا عجبني اوي موضوع تفريز الطماطم ده بصراحه، حبيته، ده سهل عليا اكله المحشي، انتوا متخيلين؟ فطبعا قلت ايه لما اعمل لي شويه كمان، وهبعت اجيب طماطم تاني وهعملها تاني برضو، بما ان ما شاء الله حمراء وتحفه. بس ده فطرنا النهارده، كل سنه وانتم طيبين وبالف هنا. لولا خدتي الاسدال بتاع زوزو؟ ها تعالي هاتي ايدك، قومي يا حاجه. توته اوعي تكعبي. توته المورستان اهو. استاذه زعروره. عندنا هنا بقعه او بقعات مستعصيه. الفكره ان انا مبقتش عايزه افرش الركنه دي طول الوقت، بس هي حرفيا بتتبهدل من العيال. ففي الحالة دي هنستعين بصديقنا الصدوق، وهنطلع البقعة وهفرشها، يعني هفرشها حتى يومين كده نحافظ عليها شوية، عشان كده الموضوع بقى ايه خرج عن السيطرة بصراحة. امشي يا بت امشي، انت اللي عملتي كل ده اصلا. ما شاء الله من اول تكه، هي الفكره بس في الالوان، انما بقعه الشوكولاته راحت على طول. لسه بقول لكم هخلص الجنب ده وادخل على الجنب التاني بالمره بقى، يعني كده واللي هو تنشف في النهار. بصوا بجد الميه اللي طالعه طينه، اصل برضو الركنه دي في وش الشباك ف بتتردم تراب. خدي يا ست البالونه، خدي البالونه وخلصي. خدي يلا نكمل. ايه يا لولو، يلا نكمل. يلا
السينيوريتا تيتا تيتا الزعرونة دودة دودة يتي على الأناقة بعد ما خدت شاور. ارجعي بت، ارجعي وريهم الشياكة والأناقة والخيارة. وريهم يا لولو يكشي ننام، خدنا شاور يكشي ننام. خيارة لا أنا والشفا يا روحي. ايه السكرة دي؟ الجو حر يح الجو حر يح. صح مش كده خدنا دش؟ صح يا لولو؟ الطعمة دي هاتي بوسة وحي يا خلوزي. تعالي روحي قلبي. أشهد أن لا إله إلا الله. بقول لكم ايه، انا حد يشيل من قدامي مكونات المحشي. لا ما ينفعش التهور اللي انا بعمله ده، ما ينفعش خلاص. انا بقيت عايزه يوميا ناكل محشي، بقيت مستسهلاه مش عارفه ازاي، انا مستغربه نفسي قوي. مهم، وهنا الكفته بس عشان حطيت لها فحم وكده فقفلت عليها. بس هو ده ان شاء الله فطرنا. تسلم ايدي. عملت كمان الاولاد شويه ناجتس عشان هم ما اكلوش الكفته معانا، بس اهم حاجه طبعا ان انا عملت محشي. بجد تسلم ايدي. لولو انت عملتي ايه في نفسك يا لولو؟ حطيتي روج؟ ها؟ هاتي بوس. امر عليك الفوش يا روحي. وعلى الهدوم حطيتي على بقك وعلى الهدوم صح؟ طب كلي محشي بقى يلا. وصلنا. هاي جايز، انا اللي قلت لماما تيجي في مول مصغر على رأي صاحبتي ميرنا. يلا بص يا ماما، وليد بيقول لي نجيب لي لولا ازاي العيد. فلوسي لولا سرحانه في ايه يابا؟ انا موريكم بقى شويه الحاجات اللي احنا جبناها، بس هي حاجات بسيطه خالص يعني، مكناش عارفين نلف بصراحه، الدنيا كانت زحمه قوي. بس هو المول عجبني يعني، لقينا فيه شويه حاجات حلوه كده، بس ايه قلنا نبقى نعوضها في مره تانية. المهم انا جبت كيس سكر، جبت قطن ازاله ميك اب. امبارح طلبته من الصيدليه مع اوردر كده شامبو للقشره، بس يعني مش عارفه هم بعتوش ونسينا، مش عارفه حتى حطوه في الفاتوره ولا لا. فجبت كوتون بادز يعني عشان ما عنديش ولا واحده حرفيا. وجبت كاتشب عشان كنت دايما بجيبه عروض، فدايما بيبقى فيه اللي هو الحار والبارد، فنخلص البارد ويفضل عندي الحار، فما عنديش اي كاتشب بارد فجبت واحد. وجبت كمان صوص للفراخ. وهنا ده السحور ملناش دعوه بيه. وهنا اللولا سكر بس محتاج يقصر سنه، بس سكر يروح عليها. وريني سلولي جاب ايه؟ بس السكر. انتي بتذاكر قوي، بحب الشخصيات دي قوي، لسه معلق عليها. وانتي جبتي ايه بالسلوبات السكر دي؟ هننطلق في الصيف بقى. جبتي القلم السكر ده؟ يلا. وانتي جبتي ايه؟ انا جبت الكوريكتور ده. واو. وكمان زوزو القمر. جبت القلم الكيوت ده سكر الالوان تحفه. وانتي كمان يا روحي. ده بيعمل خلوات. حاضر اقفلها لك. حلوه قوي. بصوا هنا الغطا بيلف يعمل اشكال، الغطا بيلف ويعمل اشكال. ودي استيكه وقلم سنون. مش شايفين كده؟ ايوه استيكه وقلم سنون. قمر يا روحي، يتهني بيهم. هتقفل لك الشنطه حبيبي؟ يلا يا حبيبي. زي زوزو. طبعا وضع بديهي جدا ان انا اسلفن باقي المحشي عشان ينفعنا بكره ان شاء الله، حتى لو هعمل اكل بس ينفعنا. شلت برضو باقي الكفته، اكل ما شاء الله كان كتير وكان حلو يعني، اكلنا وشبعنا الحمد لله وتفضل كمان. وشلت كمان للحاج سيد برضو شويه على جنب عشان يدوق المحشي بتاعي، يدوق العظمه اللي انا بعملها. بس الحمد لله يعني. هشيل بقى دلوقتي، نصب صوبيا كده ونروق على نفسنا عقبال ما انيم العيال، وبعد كده ابقى اتسحر بقى انا ووليد بالليل. يعني يا قادر قلت لك هناكل صباعين، سخنت الطبق كله. سحور هيموتنا. ده قال لي سندوتش كفته واحد، راح سخن الطبق كله. الريحه صح. يلا بينا. يلا ده رقم كام؟ قلنا 1 2 3 4 5 6 صح. يلا
شطورة روحي. الشطورة التانية تحفظ الكلمات عشان هنعمل ايه؟ ديكتيشن. يعني عملتهم 6 مرات يعني صفحتين بحالها. عشان انتي شطورة. 3. يلا سترونج جدا يلا. اما امشي على خط. امشي على النقط يا روحي عليك شطور. تعالوا لما اوريكم بقى احنا هنفطر ايه النهارده. هنفطر كوردن بلو. انا كنت قايله لكم قبل كده ان انا مش بحشي غير بالجبنه بس، يعني مش بحط فيه اي اضافات. طبعا كل ما تزودي اضافاتها هيبقى احلى اكيد، بس انا بستسهل بصراحه وبلفه على جبنه وبس. وعملت شويه صلصه بقى حلوين كده للمكرونه وده بتنجان. ودي التشيز التحفه اللي بدخلها الميكروويف بجد بتنقل الاكل في حته تانية. وحاطه بقى حلقات بصل في الاير فراير برضو. بس ده كده فطرنا النهارده ان شاء الله. بجد وحشوني قوي، عايزين نقعد نرغي. عايزين نفوق من السحله اللي احنا فيها ونقعد نرغي. اظن جه وقتها. عملته بقى ايس كوفي. شكرا على البهدله. بس كده زي الفل. نظبط بقى الدماغ لان لسه قدامنا يوم طويل طويل. ولا كنا عملنا حاجه. قلت لهم النهارده بقى تعالي شوفي المهم ان انا عملتهولي. عملت لهم النهارده صينيه بطاطس بالشاورما. يعني عملت شاورما عادي وحطيت عليها البطاطس وفي الاخر اديتهم مش موتزاريلا في الفرن بس. ورز رزايه سيدي يا سيدي. سلطاتي مخللاتي. الفطار تمام صح يا لولا. يا الله على صوته وجماله. بس الإسدال الله الله على صوته بجد. كنت هصلي العشاء العيال نزلوا التمرين ولولا شبطت في وليد هو نازل يصلي تراويح. يلا بركة. فقلت هصلي كده واقعد اروق على نفسي. بس انا بجد عايزه اقعد اسمع الشيخ من جمال صوته. الحمد لله انه المطبخ حالته برضو مش بائسه قوي. يعني يدوب كده انملم الرخامه احط غسله اكل خلاص فضيت الباقي بس كده. بس انا مش هعمل كده دلوقتي. يعني دلوقتي هقعد اروق على نفسي. هقعد اكل حاجه اشرب حاجه اتفرج على حاجه اقرا لي حتى شويه قران اعمل اي حاجه تديني شويه هدوء. فيلا نشوف هعمل ايه. حتى النور مش هشغله. اكل الذره اللي هي المجففه دي حلوه قوي. طعم الجبنه كنت جايباها من العبد بس طعمها لذيذ. لان انا عايزه اكل حاجه قنبله سكر فلازم نحدق. وبعد ما نحدق نحلي وبعدين نحدق وبعدين نحلي. خد لي بقى ايه من التمرية دي. يعني هي واحدة هتبقى كفاية. خليهم 2 ماشي. مش عارفة بصراحة دي محشية ايه ودي محشية ايه بس مش مشكلة. طبعا الجو ضلمة خالص بس انتوا اكيد عذريني. انا بجد مش قادرة حتى اشغل النور. عايزة اقعد في روقان. المطبخ بقى محتاج تنظيفة حلوة. يعني محتاج يتلمع كده كله. مش هعمل كده في نفسي دلوقتي خالص اليومين دول عشان انا عندي بلان تانية اتمنى ان اقدر انفذها ان شاء الله. بس هي ملهاش اي علاقة ولا بروتينات ولا بحاجات. هي ليها علاقة اكتر بالسكين كير والبادي كير. فناوية ان شاء الله ان انا احاول انفذها وابتدي فيها من بكرة. وهسيب طلعت المطبخ دي بقى بعد ما انفذ الفكرة اللي انا عايزة اعملها.
بس لان هي اكيد هتاخد مني وقت كبير وانا مش قادره على فرهطه المطبخ وهو محتاج يتجاب من اوله لاخره، فهعتبرها تنظيفه العيد فمش هعمله دلوقتي. كده فاضل ايه؟ فاضل التمر. احط في الشفشق ده مش كوبايه عاديه، شفشق. نص حلو. بس يلا بينا. يا على الروقان ده، انا كده روقت على نفسي جدا. 1 2 3 عندنا بي اي. 1 2 3 عندنا بي اي. يلا باي باي. باي باي روحي. باي. انا ده اللي بنام واقوم عليه. الجو كمان يومين دول حر، فعايزه افضل مفتحه كده الشبابيك. ازعاج قوي. اللي جايين مفرهدين مين؟ اللي جايين حرانين مين؟ عاملين ايه؟ طبعا لو حلفت لكم ان انتوا وحشني مش هتصدقوني، بس انتوا وحشني قوي. وانا اليومين دول نومي متلخبط خالص، دنيتي متلخبطه على الاخر، بس الحمد لله يعني بحاول ان انا افوق وافك وكده. المهم ان احنا النهارده هنفطر بره، الحمد لله اول مره هنفطر بره. بس احنا حجزنا يعني في المكان وهنروح على الفطار على طول يعني. فقدامي بقى اليوم اعمل فيه اللي انا عايزاه، فقعدت اجهز كده شويه مواضيع نتكلم فيها في الفيديوز اللي جايه ان شاء الله. وكمان كنت لابسه كده وبصور، كنت بصور لكم البوكس ده بتاع سوبر كيدز، بما ان هم عاملين اوفر حلوه قوي في كل صيدليات العزبي. لو اخدتي قطعه تاخدي الثانيه عليها هديه بمناسبه عيد الام. كمان عاملين مسابقه حلوه قوي عندهم على البيج، في 10 من المامز هيكسبوا بوكس زي ده بكل بقى الحاجات اللي فيه. بجد اصلا المنتجات دي من احلى الحاجات اللي ممكن انتوا تجيبوها لبناتكم ولاولادكم عشان تعلموهم كده النظافه الشخصيه من سن صغير. سواء الغسول اللي هو الفوم، بجد هو كل ما بيخلص دلوقتي برجع، يعني ده خلاص قرب يخلص اصلا، برجع اجيب واحد تاني. لو ما كانش جالي انا كنت هجيب بصراحه، لانه خلاص بقى اساسي. وبقيت اعود كمان زوزو ان هي مثلا لو هناخد شاور، لو هي راجعه من التمرين، لو هي راجعه من المدرسه، تهتم كده ببشرتها، ما نغسلش بالصابون، نغسل بغسول عشان ما ينشفش البشره وفي نفس الوقت يدينا النظافه اللي احنا عايزينها. وكمان سوبر كيدز اول براند مصري يعمل رول اون للاطفال، هو سيف جدا على الاطفال، بيمنع بس العرق او ريحه العرق يعني. فبجد حلوه قوي. نزلوا كمان رول اون بلولي بوب، يعني بالسنت بتاعت اللولي بوب. متحمسه قوي بصراحه زوزو بتحب الحركات دي قوي. ريحته تحفه. انا جربت قبل كده اللي هو كان فري فريجرانس اللي هو ما فيهوش اي عطور، نزلوا كمان اللي هو بالباينابل، واحدث حاجه بقى اللي هو باللولي بوب. فبرضو الرول اون من الاساسيات اللي احنا لازم نجيبها للاولاد عشان ما يتحطوش في اي موقف محرج يعني، خاصه في الحر الشديد ده. لا بجد يعني كبار وصغيرين محتاجين ان احنا نأمن نفسنا طول الوقت. وكمان السان سكرين ده لا غنى عنه، دايما باخده معايا كمان وانا مسافره، او لو هنقضي يوم طويل بره البيت، وبحط لهم هما الثلاثه، لان هو اصلا السان سكرين ده مناسب من عمر 6 شهور، فبستخدم لهم هما الثلاثه يعني. كل ما بيخلص برضو برجع اكرر. المهم ان انتوا بقى ليكوا فرصه ان انتوا تكسبوا بوكس زي ده بكل المحتويات اللي فيه. 10 من المامز هيكسبوا عشان عيد الام، فالحقوا بقى اشتركوا في الكومبيتيشن اللي هم عاملينها عندهم على البيج. وانا حبيت ان انا اسلم عليكم واطمنكم عليا واطمن عليكم لحد ما ان شاء الله نكمل مع بعض كده الروتين، ونكمل مع بعض افكار اللي انا مجهزاها لكم ان شاء الله في الفيديوز اللي جايه. دعواتكم كده بس، ادعوا لي بكل حاجه يعني، ادعوا لي بكل حاجه حلوه يعني، خلوا الدعوه عامه كده، اللي هو ربنا يكرمك بالخير كله، ربنا يرزقك بالحلو كله يعني. خلي دايما كده الدعوه عامه لحد بس ما استعيد طاقتي كده وصحتي وابقى زي الفل وتمام، واقدر ان انا اعمل لكم افكار في الفيديوز اللي جايه ان شاء الله. انا بس حبيت ان انا اسلم عليكم، كان نفسي اقعد ارغي معاكم شويه، بس حاليا لولا خلاص قربت تيجي والعيال مجنداهم بره هما الاثنين، ماسكاهم تابلت وموبايل عشان يسكتوا، فمجنداهم بره. فنلحق بقى نخلص الهوم ورك قبل ما ننزل، عشان طبعا هننزل وهنفطر بره واكيد هنتلكع بعديها يعني، مش هنفطر ونطلع نجري، هنتلكع، فمش هيبقى في وقت بقى بعد الفطار ولا نحل هوم ورك ولا نعمل اي حاجه. عايزه اقول لكم اصلا المدرسه عند زوزو فاضيه حرفيا، محدش بيروح وبيضموا الفصول على بعض وكده، بس انا مش هقدر اقعدهم يعني. لو قعدوا بجد ما بعرفش انجز اي حاجه اكتر ما انا ما بعرفش انجز. وبعدين انا بقيت اقوم الصبح اصحى البسهم واجهز لهم حاجاتهم وانزلهم وادخل انام، ودي مش عادتي، دي مش انا مش عارفه ايه اللي حصل لي، مش عارفه ايه اللي جرالي، بس ان شاء الله خير يعني، ونرجع نستعيد كده طاقتنا. خاصه كمان ان انا لما باخد هدنه وكده بيجي لي بقى في الوقت بتاع الهدنه ده بيجي لي افكار حلوه قوي، فببقى عايزه اعملها على طول. فدعواتكم كده ان انا اقدر انفذ كل الافكار اللي انا عايزاها،
وكلنا نستفاد يعني من بعض. بس متنسوش بقى ان انتوا تشتركوا في المسابقه اللي سوبر كيدز عاملينها عندهم على البيج. وكمان لو حابين انتوا تروحوا في اي وقت صيدليات العزبي وتاخدوا اي منتج من منتجات سوبر كيدز، هتاخدوا المنتج التاني عليه خصم 50%. فده اوفر حلو قوي يعني، ما ينفعش ان هو يتفوت، خاصه كمان انتوا هتلاقوا عندهم منتجات كتير ممكن ان انتوا تجيبوها سواء للشعر او للجسم او حتى للبشره للاولاد يعني. وبجد من احلى البراندات اللي بتعمل منتجات للاطفال. هروح بقى دلوقتي اغير واقعد احل مع الاولاد شويه هوم ورك لحد ما العصر كده يأذن وتكون كمان لولا جت، واشوف بقى باقي اليوم هيمشي ازاي. يلا بينا. اكتشفت ان انا كمان عندي غسله المفروض تتحط، بما اني مش هدخل المطبخ تاني النهارده، فانا المفروض ان انا احط غسله. بصراحه عندي كام حاجه تخلص، نفسي اقعد اتكلم معاكم كده شويه بس حقيقي مفيش وقت. المهم احط غسله الغسله في انتظاري. احط غسله عشان المطبخ يبقى رايق كده، خاصه كمان ان احنا لو ما عملناش حاجه زي كده وقعدنا نكسل في نفسنا وقعدنا نأجل ان احنا نشطب المطبخ او نشطب الاطباق وكده، هتلاقوا بقى ريحه الحاجه هتطلع وهتقلب ريحه المطبخ. وانا كمان عندي المطبخ مفتوح على الشقه كلها، هي الشقه كلها مفتوحه على بعضها، فطبعا الريحه مش تبقى لطيفه ابدا، ده غير بقى الهاموش والحشرات والحاجات، فمش عايزين ندخل في المتاهات دي. فهغير على طول بس واحط غسله، وبعد كده اقعد بقى مع زوزو شويه كده نخلص الهوم ورك اللي ورانا عشان نبقى مستعدين كده ان احنا ننزل على الفطار. احنا كده حاجزين، هي وليد راحوا حجز، فاحنا هنروح على الفطار على طول، لانه ما اقدرش اروح اقعد بصراحه بالعيال ساعتين و3 و4 الكلام ده لا يناسبنا تماما. كمان مكان جديد علينا لسه هنجربه، حجزنا بقى مبكبكه وحاجات هوريكم انا اكيد يعني، هاخدكم معايا في الفطار النهارده. فقلت ايه لما اخلص كل الحاجات اللي ورايا عشان بالليل هنيجي مش قادرين ومش عامل اي حاجه، فقلت اما اخلص يعني اللي ورايا. والحمد لله المطبخ لحد ما رايق مفيهوش حاجه يعني، الرخامه بس كده يا دوب ممكن المها، واهم حاجه ان انا احط غسله. يلا بينا. ادوكي ايه النهارده؟ ادوكي ايه في النان؟ سرحولك شعرك؟ وايه كمان ادوكي ايه؟ وريني الحاجات الحلوه اللي ادوها لك دي. السكر ده يا روحي وحشتيني، وفرفره من الحر هاتي والشكرين خدي انا بت. بصوا بيعملوا لهم حاجات حلوه قوي 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 بصراحه، عايزين نحافظ عليها بقى. دي عايزه مام؟ حاضر. بصي يا سلول، تعال شوف، هاتي بوسه يا بت، تعالي. طبعا مش هتسيبيني اكمل ده صح؟ مش هتسيبيني؟ سلوى 5:15 انا لسه ما نزلناش اصلا. ما شاء الله علينا يا لولو. تيجي نسرح حواجبك، نسرح الحواجب. الساعه دلوقتي 5:15 واحنا لسه اصلا ما نزلناش، ف ربنا يستر. ولولا بقى مش ساكته، مش عارفه مالها مزرجنه قوي قوي كده، تبقوا 70 اصلا يعني صوت عياطها. برضو ربنا يستر من ناحيه تانية، وربنا يستر وما ندمش ان احنا هننزل نفطر بره. الصراحه يعني اتمنى تكون تجربه لطيفه ونعيدها، ولولا موتراني اكيد، بس اتمنى تكون التجربه حلوه تتعاد ونريح. نظبط المطبخ طبعا عشان ايه؟ نفرح بشبابنا، عشان ايه؟ طالما مش هنطبخ ونتسحل في الطبخ يبقى نروق معروفه. طيب انا احط بس تلت خفيف خالص بسيط ويا دوب بقى ننزل. النهارده بقى الجو حر قوي، بيقولوا من بكره هيرجع يسقع تاني. انا طبعا مش عارفه الفيديو ده هيوصل لكم امتى، بس اكيد موجه الحر دي عدت علينا كلنا. انا مشغله التكييف. انا شخص ما بعرفش اتعامل في الحر. هي لولو يعني تلاقي كل الناس تقولك ايه تكسل في الشتاء والجو ساقعه ومتكتكين ومتسمرين في السرير. انا العكس، انا الصيف تلاقوني مش قادره اتحرك من مكاني. طيب نحط فوقيه برضو ليب بال عشان الشفايف المتقشفه دي من الصيام، هنحط ليب بال. وطبعا انا كبشره دهنيه ما ينفعش اواجه الحياه بحاجه كريمي من غير ما اثبتها، فممكن ايه بقى ناخد اي درجه يعني، اخف درجه مثلا ناخد الدرجه دي اثبت بيها التنت. حلو كده زي الفل كده. طبعا انتم مش شايفين الكفتان حجي، اوريهولكوا احنا تحت. يلا هنسيب المطبخ رايق
كله زي الفل. تسلم ايدي. يلا نروح نفطر ونجيلك تاني. جوزي اللي مدلعني، جوزي هو اللي مشخلعني هو. لسه جايين لقينا الحاجة اصلا جاهزة ومتحضرة كويس، عشان اصلا كنت قلقانة من الموضوع ده اوي الصراحة. تبقى لازم اصورك يا زوزو علشان كده اللي صاحيه. يا قدوسي. ميرسي. لازم بيأذن؟ لا 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 بلاش لولة. اللي بعده اوبا بقى بتاعتي انا كمان. في ايه؟ بتاعتي انا. خش على اللي بعده. ايوه بومبور صح ولا؟ ايوه فاضل حاجه برضو. ايوه لا ورق عنب. اسمها ورق عنب. لسه بقى خلاص عايزك صح؟ لا ايه ده دي بقبقه. بس احنا سايبين الرز وبناكل في المبكبكه حتى ودول لسه زي ما هم نايمين، ودي حاجه الله ده دي حاجه ما بتحصلش. لقينا الناس كلها طالبه ليمون نعناع فجبنا برضو، بس انا هخلص الدور ده وادخل على دور صوبيا تاني. وبعدين برد الشاي. شكرا يا زوزو مين. شكرا يا خلاص يا روحي. انت رايحه فين يا روحي؟ خلاص الله الله. بابا طيب يوم. بابا بقى خلاص خلصنا اكل بقى، عايزين يمشوا. طبعا هشرب الشاي الاول. قلنا بقى نبص على الكيدز اريا كده عشان لو حلوه ورايقه نلعبهم شويه. ايه ده يا ابني؟ ما لحقتش. اطلع تاني. باي باي. 2 3 مش هنخلص بقى في ليلتنا النهارده. يلا يلا حصليهم. ايه ده ايه ده ايه ده؟ يلا سلولي. 1 2 يلا 1 2 3 1 2 3. خليها العبيطه دي. يلا يا لولا نطي نطي اتشقلبي يا لولا اتشقلبي. هوب 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 يا ربي. خلاصي يا روحي. يا لولو مشيت البطريق. لا 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 لا. يلا حلو عليهم كده بقى. لا حلو هو ده كده حلو. واو ايه القمر ده؟ السكر ده؟ العسل
بتحب الحاجات المنقطعة. احنا نشرب المقاطعة، احنا بندور على ايس كريم فرايداي. ايه كونو، عايزة كونو. فانيليا شوكولات. لا كراميل، لا كراميل لا. ماشي ده حلو. كنا نلعبها. انا عايزة ده انا كمان. لسه جايين وكانت تجربة لطيفة أوي الحقيقة. شربنا صوبيا كانت حلوة، بس مش أحلى بقى من الصوبيا اللي وليد بيجيبها عند الراجل هنا. استسمحك يا لولا حبيبتي هديكي الايس كريم. لحظة اديني فرصتي. بصوا مش عارفة هيبان لكم ولا لأ، بس هي بيبقى فيها قطع كريمة كده، مش عارفة بيعملوا ازاي. ما كانش فيها القطع دي. كذاب. انا بصب اللولا اول ما جيت أصلا شكله مش عاملها في الخلاط دي. ده كان بينزل كده كتل من الكريمة روعة. باظت الخطة بتاعتي، بس هي طعمها حلو برضه يعني، كل الأحوال حلوة. نعمين انا هشرب منك الصوبيا كلها دي بتاعتي. ساقعة وخطيرة. ساقعة. أنا عرقت. أنا إيه الحر ده؟ بيقولوا من بكرة، أنا قلت لكم بيقولوا من بكرة بتاكلي عيش ماشي، بيقولوا من بكرة الجو هيبقى برد. تقدر تشرب. هفضل مع كل بطل. هصبلك كل حاجة عندها. بس تعالي يا موسى بنت انت. طب سيبيني انا دي هصبلك. تعالي هصبلك الكوبايه. تعالي يا ام عيش انت تاكلي لقمه وانت اصلا قد اللقمه. وانت قد اللقمه. قولوا لنا طلع لنا بفخدها حرانه. صح؟ عايز تشربي؟ حاضر صبلك حبه. كلكم طمعانين في الكوبايه بتاعتي. كلكم طمعانين فيها. طب ما صبلك حبه. من امتى وانت بتحبي الصوبيا وانت بتحبي التمر؟ حبيتي الصوبيا؟ طب اشرب لها تشرقي يا روحي. خلاص يا لولا في ايه؟ روحي امشي يا بت. يلا انا هغير بقى عشان الجو بجد فطسانين. عاملين ايه؟ وحشتوني. لسه مخلصه تصوير، كنت بصور لكم شويه حاجات كده بتسهل عليا وقفه المطبخ، بتسهل عليا يعني الدنيا عامه سواء في رمضان او غير رمضان يعني. بس وخلصت هقعد دلوقتي اعمل اديت. وكنت عايزه اكلمكم عن امبارح. هو امبارح التجربه كانت لطيفه وكل حاجه والاجواء كانت حلوه، وكان حلو ان احنا نزلنا اكلنا بره. بس انا يعني تقريبا كنت سهرانه طول الليل. قمت يا دوب بس كده صليت الفجر، بس كان يعني كانت بطني وجعاني قوي، قولون تعبني جدا. مش عارفه يعني انا كده كده حتى لو الاكل حلو انا بحس ان انا مقفوله من الاكل بره في رمضان. يعني كنا نازلين عشان الاجواء وكده، بس مش عارفه يعني اليوم ختم بطريقه مش لطيفه خالص. ونمت بدري كده، حسيت ان انا مسهتينه كده، فقمت بقى على الفجر. بس يعني فطلعت بقى الاكل يعني يفك النار عشان ناكل بكرامتنا وباحترامنا على الفطار. اعمل لهم الاكل. وطلعته كنت متبله ستريبس هعملها لهم مع شويه مكرونه وبس كده. انا كنت برضو متبله بوفتيك تتبيله حلوه قوي، بس قلت بلاش لان احنا امبارح كنا واكلين ممبار، وانا كنت عايزه اعمل جنب البوفتيك ومكرونه وكده اعمل برضو ممبار. فقلت مش هعمل يومين ورا بعض ممبار يعني، او مش هناكل يومين ورا بعض ممبار، فقلت خليها في يوم تاني. فكان اسهل حاجه يعني بالنسبه لي ان انا اطلع الستريبس، لان انا كمان عايزه اخلص اديت للريل اللي انا صورته ده، اللي هي الحاجات اللي بتسهل عليا. وعايزه انزل اتمشى شويه. متسالونيش ليه، بس انا حاسه ان انا مخنوقه قوي والدنيا كلها فوق دماغي ومش عارفه اسيطر كده على الدنيا. ما اعرفش، مش عارفه، مش حاسه ان انا تمام بصراحه خالص. فقلت انزل كده اتمشى بس شويه وارجع تاني عادي. فمش عارفه ان كنت هلحق اعمل كده ولا لا، لانه خلاص الظهر هيأذن دلوقتي، فيا دوب اصلي اقرا لي شويه قران، بحاول الحق نفسي كده. بس بجد المصحف طلع عملي قوي. المصحف اللي هو الكبير اللي هو الصفحه بتاخد 4 صفح دي، بجد بيحسسك بالانجاز ان انت بتقراي وكده. ممتع وجميل. وحتى كمان خطفت لي كده ركعتين قبل الفجر، بجد كان حلو قوي وممتع قوي وانا بقرا فيه. فده برضو من الحاجات اللي انا عايزه اعملها، ان انا الحق اقرا لي شويه قران قبل ما انزل
والوقت الظهر هيأذن، فمش عارفه ان كنت هلحق ولا لا، لانه سوري وزوزو بيخلصوا الساعه 1:30 المدرسه. بحس اليوم بيجري بجد، وانا حرفيا مش عارفه انظم نومي تماما. وعندي افكار كتير عايزه اصورها، مش عايزه اقعد كل شويه اطلع اقول انا عايزه اعمل واسوي وانا ما بعملش اصلا. بس كل اللي اقدر اقوله لكم ان انا الامور خارجه عن السيطره. بس كده، فربنا يعيننا كلنا. انا مش عايزه اطول عليكم في الروتين ده، لان انا يعني انتوا عارفين بنفتح الروتين بتاعنا او الفلوج بتاعنا الى ما لا نهايه، بنبتديه اصلا بدايه غريبه وبننهيه بطريقه اغرب. فقلت لا يعني حاول ان انا ما اطولش، لانه ولا وقتي ولا وقتكم يسمح في رمضان بصراحه ان احنا نقعد نفرك في روتين لمده ساعه كامله. فقلت لا اخف كده واعمل لكم روتينات، بس يعني تبقى حدود نص ساعه مثلا، يعني نص ساعه حلوه قوي على احنا الاثنين. لانه طبعا الموضوع ما بيقفش عند ان انا بصور. انا وداني بتصفر ليه؟ ما بيقفش عند ان انا بصور، بيقف يعني مش بيقف عند كده، لا الموضوع اصلا بتاع الايديت ده او المونتاج بياخد وقت لا نهائي، مش متخيلين. فطبعا مفيش وقت، وانا عارفه اصلا الواحد يقدر يفضي ساعه يقعد يتفرج. انا عارفه ان في ناس بتجزأ الفلوجات والروتينات دي مش بتتفرج عليها مره واحده، وعارفه ان في ناس بيبقى ليها لازم طقوس معينه عشان تقعد تتفرج على حاجه. انا زيكم برضو لما ببقى عايزه افصل او اتفرج على حاجه بحبها لازم ليها طقوس كده، ولازم الدنيا تبقى رايقه، ما ينفعش كروت في الفرجه على الحاجات دي. فعشان نفضي ساعه كامله نقعد نتفرج على روتين مش هنلاحق كده. فقلت خلاص احاول ان انا انزل لكم روتينات اكتر بس اقصر. ايه رايكم؟ حلو الحل ده لينا كلنا. فدعواتكم كده، وان شاء الله احاول ان انا برضو اعمل اديت للفيديو ده النهارده او الفلوج ده النهارده، عشان برضو كنت لسه بكلمكم امبارح عن اوفرز بتاعه باركفيل منزلينها برضو، فبرضو عشان تلحقوا تجيبوا الحاجات دي فلازم انجز نفسي بصراحه. فاحاول ان انا اعمل اديت للريل والستوريز، وكمان اعمل اديت لفلوج او روتين عشان ينزل لكم مثلا. اكيد مش هقدر النهارده، انا بقول لكم اصلا عايزه انزل، فلو ما قدرتش النهارده يبقى بكره بقى بالكتير عشان تلحقوا العروض اللي موجوده دلوقتي. بس هتوحشوني بقى من هنا لحد الروتين او الفلوج اللي جاي. متنسوش اهم حاجه بس ان انتوا تدعوا لي، واشوفكم على خير ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. سلام.